للنقاش ينضم إلينا عمر أبو ليلى محلل سياسي من دمشق، كما ينضم إلينا هوشانغ أوسي كاتب وصحفي معي من بروكسل. أهلا بكما ضيفي. أبدأ بداية مع ضيفي من دمشق عمر أبو ليلى. سيد عمر، اليوم يبدو بأن هناك هو قد اتسعت ما بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية قسد. هذا التصعيد الأخير هل هو نذير باتجاه الوضع نحو العسكرة أو الخيار العسكري بين الطرفين، ويعني استبعاد الحل التفاوضي الذي بدأ بالآونة الأخيرة بأنه يعني غير قابل للوصول في وجهات نظر الطرفين إلى نقطة جوهرية نستطيع الوصول فيها إلى خيار ينجي لربما سوريا من مشكلة أكبر قد تحصل في المستقبل؟ مساء الخير أستاذ فرات. مساء النور. لا أعتقد أنه نذير شؤم، بالرغم من الاستفزازات المتكررة التي تقوم بها قسد للدولة السورية. دعنا نرجع عدة أيام إلى الوراء. في الأيام القليلة الماضية استضافت أو أعلنت قسد عن ما يسمى بالكونفرنس، والذي استضافت فيه قادة ميليشيات وفلول نظام ومجموعات خارجة عن القانون، وكان نوع آخر من الاستفزاز للدولة السورية. اللي نسمي الأمور بمسميات واضحة. الدولة السورية حريصة كل الحرص على الدماء السورية، وخصوصا فيما يتعلق بالتفاوض مع قسد منذ اليوم الأول لسقوط نظام الأسد. الحرص نتكلم عن أنها استطاعت بطريقة أو بأخرى أن تقنع تركيا بأن تتوقف عن تكثيف العمليات العسكرية ضد قسد داخل الأراضي السورية من زاوية، والزاوية الثانية أنها فتحت باب التفاوض. يعني نتكلم العشرات ربما من الجولات التفاوضية التي جرت ما بين قسد وما بين الحكومة السورية. لكن السؤال الأكبر وهو سؤال $1,000,000، ماذا فعلت قسد حتى اليوم بعد توقيع الاتفاق ما بين مظلوم عبدي والرئيس أحمد شرع في 10 من آذار؟ هل فعلا التزمت ببنود الاتفاق الموقع؟ هل فعلا بادرت بتفعيل النوايا إلى أفعال؟ نتكلم على محافظات عربية مثل دير الزور والرقة. هل سلمت إدارة هذه المحافظات للدولة السورية؟ لماذا هذه المماطلة؟ هنا النقاش الحقيقي الذي يثبت نية الأطراف بالتوصل لاتفاق. الدولة السورية صبرها وحكمتها في الأسابيع والأشهر القليلة أو الأشهر الماضية هو دليل على أنها فعلا جادة في التوصل إلى اتفاق مع قسد ومع ممثلي قسد. ولكن بما يتعلق بالسيادة السورية بالممتلكات لا يوجد محاصصة، لا يوجد مشاركة. معنى المشاركة بالمثل أكثر من أنها مشاركة وطنية. اليوم الدولة السورية أشركت المكونات السورية حتى في الحكومة السورية. لدينا مزيج متنوع من الوزراء، ليس من طيف واحد وليس من تنظيم واحد. ولكن مماطلة قسد حتى اليوم لا تفهم. اللي أسميها بمسمى أوضح، قسد نفسها لا تعرف بالضبط ماذا تريد، وهذا أيضا جانب آخر من مماطلتها في التفاوض، في الاستفزازات التي تكررها، في حتى الأحداث العسكرية والأعمال العسكرية التي أدت إلى استشهاد أحد عناصر وزارة الدفاع في الساعات القليلة الماضية. طيب، لنسمع وجهة نظر الأستاذ هوشانغ أيضا عن ما ذكرته. يعني الأستاذ عمر يقول لك أستاذ هوشانغ بأن ما الذي فعلته قسد مقابل ما قامت به الحكومة السورية منذ اتفاق 10 من مارس إلى يومنا هذا. تنصلت من كل الاتفاق أو بنود الاتفاق التي يعني جاءت فيه. كيف ترد؟ أولا، قسد لم تتنصل، وضيفك في دمشق يعني يتحدث بالنيابة عن قسد أيضا وليس بالنيابة عن الحكومة السورية حين يقول أنه قسد لا تعرف ماذا تريد. لا، قسد تعرف ماذا تريد. تعرف ماذا تريد يعني في الإطار الوطني، في الإطار المحلي، أبناء الجزيرة في الشمال السوري، وهذا واضح في كل خطابات وبيانات قسد. يعني قسد لا يمكن أن تكون أكثر وضوحا مع من لا يجيدون الانتباه، ويعني هذا سقف الوضوح عند قسد. من جهة أخرى يعني الجانب الآخر، حكومة دمشق الانتقالية المؤقتة ماذا فعلت بعد اتفاق 11 آذار 2025؟ ارتكبت المذابح في الساحل السوري، ارتكبت المجازر والمذابح وجرائم الحرب في السويداء، وارتكبت في يعني من ومش بس هيك، يعني إعلان دستوري منفرد، تشكيل حكومة منفردة. يعني أين الحضور مكونات السورية في
في الحكومة السورية التي يتحدث ضيفك عنها. هذا من جهة. اثنين، أنا لن أكون مثله، وأنا أتحدث عن محافظات سورية، ولن أقول كردية أو عربية أو درزية أو علوية. هي محافظات سوريا الآن. محافظة قنيطرة وريف القنيطرة وحتى وصولا إلى ريف دمشق خارج سيطرة الدولة. الحكومة التي تحترم نفسها ستتعامل مع الأراضي السورية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي لتستعيدها. اثنين، الأراضي السورية الواقعة تحت الاحتلال التركي. خلي ضيفك من دمشق يجيب لي بيان واحد طالبت فيه حكومة دمشق السلطات التركية من لا نريد الانسحاب أستاذ من هوشنغ، لا سوريا. نريد أن نجعل يعني المقابلة شخصية أو الحوار يعني شخصي. دعنا نتحدث في الخطوط العريضة. عن أداء. نحن نتحدث عن حتى لا أداء نشخصن الحوار يعني. لا، انا ما ضيفك نحن نناقش اراء. انا لا اناقش حسب ونفس نسب وتفاصيل شخصيه. انا اناقش تقييم اداء الحكومه. نعم. يعني في هذا الخصوص، الدوله التي تريد بس سيادتها على كامل اراضيها تتعامل مع الاطراف المحتله بجديه وحديه، ومش بس هيك. يعني انت شفت بحياتك دوله تطالب مثلا من دوله تركيا تحتل الاراضي السوريه من ال 39، من سنة 39، وزادت مساحة الاحتلال. شفت بحياتك بالتاريخ، علم التاريخ وعلم الاجتماع، دولة خاضعة لاحتلال دولة أخرى وتطلب منها سلاح. وزارة الدفاع التركية رفضت منح وزارة الدفاع السورية، السلطة السورية المؤقتة، سلاح. ما يعني الذي تريده قسد؟ هيك أداء رديء أصلا. يعني مفهوم الدولة. يعني دعنا من تقييم أداء الحكومة يا أستاذ هوشنغ. اليوم هناك مشكلة. يعني نحن يعني نتحدث في المصلحة الوطنية. قسد إن كانت تملك أجندة وطنية فعلية، يعني نريد اليوم نحن أن نصل إلى نقطة، يعني حتى لا تنحدر الأمور. يعني لا نريد أن ننتهي من موضوع السويداء لتبدأ مواجهة أخرى في شمال شرق. يا أستاذ فرات، أنا يعني الحمد لله يعني الموضوع الخروقات الهشة، نعم هنالك شيء من الهشاشة. مقاتل من قسد، مقاتل من وزارة الدفاع يقضي هنا هذه الحساسيات موجودة. لكن لنحمد الله على أنه الموضوع لا يتفاقم ولا يتطور إلى ما حدث في السويداء كما ذكرت، إلى ما حدث في الساحل السوري. لكن ينبغي من كلا الطرف ماذا على قسد. يعني ينبغي أن تفعل، تسلم كل هذه المقدرات الموجودة في يديها في شيء اسمه شبه دولة. طيب تعال أنا أعطيك إياها من الآخر. يعني بالله عليك، أنت قارنها، واسمك فرات وفرات يعني العذوبة والوضوح، يعني ومش بس نهر الفرات. يعني هات أنت إلهام أحمد من مدينة عفرين، وأبو عمشة محتل عفرين، وأبو عمشة جزء من الدولة التي تحتل المدينة التي تنتمي إليها. يعني قسد كتلة عسكرية 80 إلى 100 ألف مقاتل، أسلحتهم ليست من الدولة السورية، أسلحة أمريكية. التمويل، عملية الاندماج، العنصر النسائي 30 إلى 40% من قسد نساء، كرد، سريان، عرب موجودين. يعني فهؤلاء يعني الأمور ليست مسألة ميكانيكية فورية تعالوا انضموا إلى هذه الدولة. طيب أنت زبطت لي دولة لا في دستور، لا في رئيس منتخب، لا في برلمان. طيب يعني حتى أعطي أحقية للرد. سأعطي الحق. أعطني دولة حقيقية محترمة يحترمها الناس وتحترم نفسها، وبعدين قل لي تعال طيب جميل. لأنه نحن ابتعدنا عن نقطة الحوار الأساسية يا أستاذ هوشنغ. أستاذ عمر، اليوم يعني سريعا فقط، يعني ما ردك اليوم؟ يقول لك الأستاذ هوشنغ بأنه ليس هناك يعني دولة حقيقية تستطيع قسد أن تندمج فيها، ويقول لك أنه الحكومة السورية لم تقدم شيء إلى قسد بمقابل ما قدمته قسد. كيف ترد على هذه النقطة تحديدا؟ ذريعة باطلة، مع جزيل الاحترام لضيفك الكريم، وليس الموضوع شخصي. ذريعة باطلة جدا. أنا ابن المنطقة الشرقية، ابن محافظة دير الزور. قسد تسيطر على دير الزور والرقة والحسكة منذ ما يقارب 8 سنوات، ولم تحدث أي
فارق في المحافظة، لا على الجانب المدني ولا على الجانب الإعماري ولا على الجانب التقني ولا على الجانب الإنساني ولا على كل الجوانب. لو فعلا قصد كما ذكر أحد ضيوفكم سابقا أنها عملت فوق الأرض كما عملت تحت الأرض خلال 7 أو 8 سنوات الماضية، لأصبحت محافظات الجزيرة السورية الثلاثة، الرقة ودير الزور والحسكة، اليوم أصبحت أشبه بمدن عالمية كدبي وغيرها من المدن الراقية. اليوم قسد خلال ال8 سنوات الماضية وثق ضدها العديد من الانتهاكات، العديد من الفشل الإداري والسياسي. واليوم بعد أن أسقطت الحكومة الحالية نظام الأسد والميليشيات الإيرانية والميليشيات الروسية ومن معهم في غضون 12 يوم، اليوم قسد تتذرع خلال 8 شهور أنها تبحث عن لامركزية، تبحث عن مطالب تتعلق بالكرد، وتدعي أنها ناطقة باسم المحافظات الثلاثة. يا سيدي الكريم، من هنا وعلى الهواء مباشرة نفتح استبيان عام لكل سكان المحافظات الثلاثة، الرقة ودير الزور والحسكة، ونجعل الاستفتاء أو الاستبيان شفاف جدا برعاية دولية، ونرى من كيف سيقيم الشعب وجود قسد في المنطقة أو لا. ماذا تفعل من جديد؟ أنا أسأل نفس السؤال للمرة مليون، ماذا تفعل قسد في محافظة عربية خالصة كدير الزور؟ هي طمع بالثروات التي هي بالأساس تغذي الدولة. حينما ضيفك الكريم يتكلم أن الدولة ليست دولة، قسد هي تسيطر على الثروات التي تتبع للدولة، فبديهي جدا أنها تبتز الدولة بالمفاوضات بهذه الأمور. ماذا تفعل في الرقة، المحافظة التي هي أيضا محافظة عربية؟ هي لا يمكن لها أن تكون ناطقة باسم المحافظات العربية، بالإضافة أن مطالبها باللامركزي في هذه الظروف لا يمكن أن يتم التجاوب معها، بالرغم أن الخارجية السورية في الأسبوع الماضي أبدت مرونة واضحة حينما أعلنت أنه لا مشكلة لدى الدولة السورية باللامركزية الإدارية، ولكن اللامركزية السياسية لا يمكن أن يتم منحها لقسد أو لغير قسد في هذه الظروف، أو ربما حتى في ظروف لاحقة، لأنه آنذاك نتكلم على 3 سيناريوهات لو سمحت لي، على 3 سيناريوهات. السيناريو الأول في الجنوب السوري، والسيناريو الثاني في شرق سوريا، والسيناريو الثالث وهو في الساحل السوري، وآنذاك نتكلم على تفتيت كامل للدولة السورية. لذلك لا يوجد هذه المطالب. مماطلة قسد وفهمه لصبر وحكومة الدولة السورية على أنه ضعف هو فهم خاطئ. ومن هنا نحن نتكلم للأخوة الكرد وليس للقيادات المتعنتة، نتكلم للحكماء الكرد، نتكلم للأشخاص الذين همهم البلد، أنه لا مناص ولا مهرب ولا تفاوض ولا حتى احتماء بأحد سوى تحت مظلة الدولة السورية الحامية لكل السوريين. ما حدث في الأسابيع والأشهر الماضية من انتهاكات كما ذكر ضيفك الكريم نحن ندينه ونحن نستنكره، ولا يمكن لنا. كذلك الأمر نحن وثقنا ونوثق انتهاكات قسد في السنوات ال8 الماضية، وحتى من بضعة أيام في دير الزور والرقة حصل العديد من الانتهاكات. أستاذ عمر، حبذا لو ضيفك الكريم أيضا يحدثنا عنها. طيب أستاذ عمر، حتى فقط نتيح أيضا الفرصة للرد لأستاذ هوشنج. أستاذ هوشنج، سأسألك سؤال واضح وصريح، هل تسعى قسد فعلا إلى نيل حكم لا مركزي سياسي إداري في هذه المناطق التي أغلبيتها هي يعني مناطق عربية فيها سكان عرب؟ هل هذا الأمر يعني تريده فعلا قسد؟ مشروع قسد الوطني واضح، جلي وضوح الشمس في رابعة النهار. يعني دولة لا مركزية، سوريا لا مركزية، كل مكونات الشعب السوري تستفيد سياسية وإدارية، سياسية وإدارية، يعني متفق عليها، يعني مشروع انفصالي. نتفق. لا مين قال لك مشروع؟ مين قال لك؟ مين اوصل لك هذه المعلومه المغلوطه انه مشروع انفصالي؟ انا الان اتحدث معك في بروكسل، وبروكسل عاصمه الاتحاد الاوروبي وعاصمه بلجيكا ودوله فيدراليه من 1832. مين قال لك مشروع انفصالي؟ اي شيء. شيطنه المسائل والضخ الاعلامي المضلل فيما يتعلق باللامركزيه سبب المشكل. يعني تلويت الوعي. يعني ضيفك يسأل ماذا تفعل قسد في دير الزور؟ حررت
من داعش لما كان الجولاني والشيباني جزء من داعش ويرتكبون المجازر في حق الشعيطات. حررتها حررت الرقة. ماذا تفعل في الرقة؟ أنت حررت الرقة، أنت حررت دير الزور. دير الزور قاتلت داعش قبل قسد. دير الزور قاتلت داعش قبل قسد فقط للمعلومة، وقاتلنا داعش قبل سقوط الموصل. فلذلك لا تعوم المشاهدين بمعلومات أنكم الوحيدين الذين قاتلتم. يا سيدي الكريم أعتذر عن المقاطعة. فقط لكي لا نقاطع دفعت فاتورة باهظة. عفوا لا هي معلومة مهمة جدا لو سمحت. بدون مقاطعة يا أستاذ عمر. 1200 شهيد 1200 شهيد من الشيطات قتلوا على يد داعش قبل قسد. لو سمحت بدون مقاطعة أكمل فكرتك وثم سأتيح لك الفرصة كي ترد. نعم تفضل أستاذ وشاق أكمل. يا أستاذ فراد، يعني مسألة وجود قسد في دير الزور أنا شخصيا غير راضي عن هذه المسائل، وانتهاكات قسد أنا انتقدها بعشرات المقالات، وأنا غير مسؤول عن عدم اطلاع ضيفك في دمشق عن انتقاداتي لقسد. أرجوك لا شخصا يا أستاذ. لا هو قال حبذا، هو طالبني أمامك وأمام المشاهدين أن أبرز، يعني أصلا هو ليس قاضي وأنا لست متهما لكي أبرز مدى انتقاداتي وتعاملي النقدي مع قسد. لأنه نحن إذا لم نستطع أن نصل في هذا الحوار إلى النقطة كيف ستصل الحكومة وقسد إلى اتفاق يا أستاذ؟ نعم الوعي النقدي لأداء الطرفين. نعم. والتعامل بموضوعية وتوازن للطرفين، هذا الذي سيجسر الهوة اللي أنت حكيت عنه، أنه اتساع الهوة. يعني المسألة أنه لا تراشق البيانات. طيب أنتم مثلا في تقريركم تناولتم بيان وزارة الدفاع السورية لا طيب التوازن الموضوعي ألا يعني يقتضي ويملي تناول بيان قسد أيضا؟ يعني قسد ماذا قالت حول هذه الاشتباكات وهذه طيب هذا شوف الصيغة في الطرفين، يعني اثنين بيتراشقوا بالبيانات، اثنين يحملون كل طرف يحمل الطرف الآخر المسؤولية. كيف إذا سنصل إلى اتفاق؟ واقع الحال سنصل إلى اتفاق إذا توقفت حكومة دمشق إلى النظر إلى الدولة على أنها جماعة بمنطق الجماعة الإسلامية، إذا تعاملت وابتعدت عن الائتلاف الأخوان والسلفية الجهادية والتعامل الوطني مع منطق الدولة، التعامل الوطني مع الاحتلالات التي ما زالت موجودة على الأرض السورية. يعني أنتم أبرمتم اتفاقا مع قسد، لماذا تحاربون قسد؟ أبرمتم اتفاقا مع الهجري، لماذا تحاربون يقول لك أنه قسد هي من بادرت بخرق هذا الاتفاق. يا أخي تصور، هتجيب لي مثال يا فرات، يا أنت إعلامي يعني وأمام الناس، هتجيب لي اجتماع واحد انسحب منه قسد احتجاجا أو رفضا. حكومة دمشق ارتكبت المذابح ولم تبدر من القامشلي أو من قسد أي موقف احتجاجي تجاه حكومة دمشق. لأنه لم يبقى لدي كثير من الوقت يا أستاذ وشاق. نعم سأتيح الفرصة فقط. اتفاق ولقاءات باريس ليست قسد من تهربت منها وابطلتها، انما حكومه بسبب ما حصل في الحسكه، بسبب ما حصل في الحسكه، هذا ما دعاهم للانسحاب. حصل يا اخي اجتماع مكونات المنطقه الذي قرأ البيان الختامي كبير عشائر الطي يا اخي. طيب جميل استاذ عمر، لماذا العشيره الاصيله يعني لم تقرأها يعني شخص كل انا لم اقرأ البيان. نعم جميل استاذ عمر البعض يقول لك لا نريد أن نعود إلى حقبة الأسد، بأن أي اجتماع بين مكونات سورية يوصف بأنه يعني خيانة أو خرق للسيادة الوطنية. اليوم هذه المكونات اجتمعت وتحدثت، لماذا حكومة دمشق انسحبت من اتفاقيات أو اجتماعات باريس؟ لماذا؟ جاوبنا. طبعا تمام، سؤال مهم جدا. اليوم كسوريين نحن لسنا معنيين بعقد اجتماعات خارج الأراضي السورية. اليوم الأخ ضيفك الكريم هو سوري وأنا سوري. إذا ما أردنا التوصل لحل، لماذا يجب علينا أن نجتمع خارج أراضي الجغرافيا السورية؟ على سبيل المثال، أو حدث في الأشهر الماضية كم عدد الجولات التي أرسلت فيها قسد ممثلين عن إدارتها سواء العسكرية أو السياسية وسواء إلى دمشق، حتى قبل أن يستلم السيد حسين السلامة جهاز الاستخبارات كان هو قائد الوفد الحكومي الممثل عن الحكومة السورية. لذلك نحن كسوريين لسنا بحاجة. هذا من جانب. الجانب الآخر الحركة أو التصرف، حينما ضيفك العزيز يتكلم أنه من تلا البيان هو شيخ من قبيلة فلانية، ماذا عن حكمة الهجري الذي استقوى بإسرائيل وتشكرها والذي تسبب بقصف وزارة الدفاع ومقرات أخرى واستشهاد؟ يا سيدي الكريم، ماذا عن غزال الذي هو زعيم عراب الفلول؟
ماذا عن بقية اليوم؟ إذا فعلا لدى قسد النية الحقيقية للتوصل لحل سياسي سوري بامتياز يضمن سلامة وحقوق الكرد والعرب والسريان وباقي ووحدة الأراضي السورية، عليها المبادرة إلى دمشق، وعليها تطبيق بنود الاتفاق العشر من مارش، لأنه هو البند الذي يضمن سلامة السوريين وحقوق الكرد قبل باقي. بعجالة أرجوك، لم يبقى لدي وقت. في عجالة يعني لا أعلم هل أصدق ضيفك أم أصدق الحكومة السورية. الحكومة السورية تجتمع في الأردن مع الأمريكيين ومع ممثلي دروس في المملكة الأردنية الهاشمية لم يحدث اجتماع مع الدروس، الاجتماع فقط مع الأردن ومع الأمريكان. بيان رسمي، بيان مع الامريكان والاردن فقط، ليس مع الدروز. الدروز رفضوا ان ياتوا الى اجتماع مع الحكومه السوريه. وافقت على التاريخ، وافقت في البدايه، وافقت. شكرا. انا انتهى وقتي. سنتكلم في حلقات مقبله. شكرا جزيلا لكما. عمر ابو ليلى محلل سياسي كنت معي من دمشق. الشكر ايضا لهوشانغ اوسي من بروكسل كاتب وصحفي. شكرا جزيلا لكما. شكرا ايضا موصوله للمشاهدين على حسن